خوتي المغاربه، كاين شي قصص كتسمعوها كتقول مستحيل انها تكون واقع، ولكن وقعات فعلا. فتخيل تكون عايش مع وحده سنين وكتبغيها وموفر لها كل شيء، وفجاه كتكتشف باللي حياتك كامله كانت عباره على مسرحيه. اليوم غنعاود لكم قصه واقعيه هزت مواقع التواصل الاجتماعي، قصه ديال واحد السيد مغربي اللي تحول من زوج مخدوع لضحيه ديال نظام قضائي حسب الراي ديالو، وبطبيعه الحال خلاه مصدوم. بطبيعه الحال هذا القضاء، واش ممكن الخيانه الزوجيه موثقه ب 52 دقيقه ديال التسجيلات تنتهي ببراءه ديال الخائنه وادانه الزوج؟ فخليكم معايا يا اخواني، حيت هذا الشيء اللي غنقول لكم فعلا وقع في الدار البيضاء مؤخرا. وخرج واحد الراجل شوف تي في وكيهضر على هذه القصه ديالو، وغادي نلخصها لكم حيت كانت في فيديو طويل. دابا غادي يخليكم اخواني تحلوا فمكم من شده العجب ديالو. فالقصه بدات من السيد لاحظ تغيرات في التصرفات ديال الزوجه ديالو، ماشي غير تغييرات عاديه ولكن برود غير مفهوم. فبحكم الشك اللي ولا كيدق في الباب ديالو، فقرر انه يراقب. فالصدمه يا اخواني ما كانش غير في التسجيلات. فتخيلوا معايا هذا السيد فاش كان كيفتش في البيت، فلقى شي حاجه خلاته انه يرجع للور في الكوزينه يا اخواني، بلاصه اللي خاص تكون عامره غير بالخير. فلقى سحر وعظام مخبيه في بواطات ديال العطريه. فشكون اللي فينا يا اخواني كيقلب في الكوزينه ديالو يلقى السحر؟ فلا حول ولا قوه الا بالله. ولكن هذه غير البدايه يا اخواني. فالسيد لقى نمره ديال التليفون ديال الجار ديالو، ماشي غير النمره يا اخواني. فكان كيتواصل معاه فاش كانت الزوجه خارج البيت، فكيتاكد من التفاصيل اللي قالت ليه في التسجيلات. يعني السيد كان كيسجل في المباشر يا اخواني 52 دقيقه ديال الاعترافات كتعاود فيها فين تلاقات مع الجار ديالها من بعد ما حصلها وقال لها راني كنعرف عندك علاقه بالجار، وراه عاود لي كل شيء. كيفاش اخواني كيضحكوا عليه، كيفاش انها كانت كتفلى على هذا السيد، وحتى التفاصيل العائله ديال الجار يا اخواني اللي كانت عارفه كل شيء. راه هذا الشيء كان صادم بالنسبه لهذا الرجل. ومن اعترافات لي بهذه الامور كامله في فيديو، فهو سجل فيديو ديال 52 دقيقه. المهم يا اخواني ان الزوج ما صبرش، قدم شكايه للقضاء والشرطه تحركت اعتقلت الزوجه، وكل شيء كان كيبان باللي العداله كتاخذ المجرى ديالها. فتخيلوا يا اخواني الحقد اللي كان في قلب هذا السيد. فهو كيشوف الزوجه ديالو اللي اختارها شريكه ديال الحياه ديالو داخل المخفر ديال الشرطه بسبب الخيانه ديالها ومع من مع الجار ديالو. ولكن هنا غيبدا الجزء المثير في قصتنا اللي كيخلي الواحد انه يضرب يدو على راسه. هنا يا اخواني فين كيتحرق القلب. فبدل ما يخرج هذا الزوج من هذه المحنه مرفوع الراس، انقلبت الايه. فالزوجه يا اخواني حصلت على البراءه، والسيد مالو السيد خدا السورسي ايقاف التنفيذ. يعني كيفاش؟ بطبيعه الحال 52 دقيقه ديال التسجيلات، شهاده ديال العائله اللي كانت حاضره، وادله ماديه في المطبخ، وفي الاخير براءه. فالزوج يا اخواني مظلوم يخرج مدان، ويخرج حتى هو ويدخل السجن يا اخواني. هذا الشيء ماشي غير كيطرح علامات استفهام. فهذا الشيء كيخلينا كنطرحوا، وبطبيعه الحال كاسره مغربيه نخافوا على مؤسسات الزواج. واش هذا الشيء كيعني باللي اللي عنده معارف يقدر يقلب الحقيقه، ولا كاين ثغرات قانونيه يا اخواني استغلتها هذه السيده والحقيقه غامضه بطبيعه الحال؟ والزوج دابا كيعاني من تدهور صحي ونفسي من بعد ما شاف هذه القضيه، كيفاش انه تمت الخيانه ديالو. ومن فوق هذا الشيء كيدخل السجن مع انه عنده ادله. فهذا الشيء راه ما كيدخلش العقل. لا حول ولا قوه الا بالله. كيحس باللي البلاد اللي كان كيثيق فيها ضيعاته في حقه. فاخواني اخواتي هذه القضيه ما خاصهاش تسد بهذه الطريقه. فهذا السيد اليوم كيطلب تحقيق عادل، فكيطلب انه يشوف المنطق فين كاين. فواش يعقل وحده تعترف في التسجيل بادق تفاصيل الخيانه ديالها وتخرج بحال اللي ما دارت والو؟ فاحنا ما كنحكموش على حد، ولكن حنا كنهضروا باسم العداله اللي خاصها تكون عمياء على الاسماء وبصيره على الحقائق. فبطبيعه الحال غادي يتم التحقيق مع المحامي ديال هذه السيده اللي بطبيعه الحال هو اللي طايح عليها الثغرات القانونيه، واللي تلعب بهم بطبيعه الحال واستعملهم باش انه يطيح هذا السيد في الفخ. وبطبيعه الحال الفخ ديال التشهير اللي هو 52 دقيقه ديال الفيديو اللي تكلم بها، واللي صيفطوا الام ديالو وصيفطوا لبزاف ديال الاصدقاء ديالو. وهذا الشيء غادي يقلب عليه الطاوله. وهنا فين كانت المصيبه. شكرا لكم يا اخواني على المتابعه، والسلام عليكم.